الأول كان مخرج ووش الخير عليها ونقلها من مستوى لمستوى تاني خالص، خلاها النجمة اللي بتقوم ببطولات فنية، وكانت قصة حب الكل بيتمنى يعيش زيها، وسابته عشان قال عادي تتباس. والتاني رجل أعمال أنتج لها فيلم وعمل لها فرح الكل كان بيحكي ويتحكى عنه، وما قدرش يستحمل طبيعة شغلها وحبها للرجل التالت اللي محدش يتوقعه. يا ترى بقى ايه حكاية الثلاث رجال في حياة الفنانة ياسمين رئيس بعد انفصالها عن زوجها؟ يا ترى ايه أسرار الرجال في حياتها وقعدت كام سنة مع زوجها الأول؟ وايه حكايه الرجل التالت اللي في حياتها اللي كان سبب انفصالها عن التاني؟ التفاصيل كلها هنسمعها في الفيديو ده. الفنانة ياسمين رئيس متصدرة الترند من امبارح والكل بيتكلم عنها، وفي اللي زعلان علشان انفصالها عن جوزها التاني، وفي اللي مصدوم وبيقول معقول لحقت تنفصل، دي كانت بتحبه جدا. بس قبل بقى ما احكي لكم قصة جوازها وانفصالها عن التاني، خليني اقول لكم قصة الزوج الاول. من حوالي 13 سنة اتعرفت الفنانة ياسمين رئيس على المخرج هادي الباجوري، واللي كان من اهم واشطر المخرجين في الساحة الفنية، وسبحان الله وقعوا في حب بعض من اول نظرة، وقرروا هما الاتنين يتجوزوا ويستقروا بعد فترة طويلة مرتبطين فيها، وفعلا اتجوزها. كان وقتها جوازهم ترند والكل بيتكلم عنه، حبهم لبعض كان كبير جدا، روميو وجولييت، والكل كان بيتحكى عنهم وعن جمال علاقتهم ببعض. كانوا رايحين جايين مع بعض في كل حتة، والناس بتستنى المناسبات الفنية عشان يشوفوا رومانسيتهم على السجادة الحمراء. هادي قرر يدخل مراته التمثيل ويخليها نجمة وبطلة، ومن أول عمل فني تشارك فيه كمان أخرج لها فيلم فتاة المصنع واللي مكسر الدنيا لحد النهاردة. اتكرمت على الفيلم ده كتير قوي، وكان سبب شهرتها وانتشارها في الوسط الفني. ياسمين رئيس بعد حوالي سنتين من جوازهم خلفت منه ابنها الوحيد سليم، واللي كانت فرحتها بيه ما تتوصفش. بعد 11 سنة جواز بقى فجأة صحينا على خبر انفصالهم، واللي اعلنته ياسمين بنفسها على تويتر من غير ما تقول ايه السبب. بس طبعا الناس ما سكتتش، والكل فضل يدور عشان يعرف القصة دي انتهت ازاي، لحد ما اكتشفوا انها زعلت من جوزها المخرج هادي الباجوري لما قال في تصريح عادي جدا مراتي تتبس في الاعمال الفنية، ما هو ده في سياق التمثيل. الجمهور وقتها طبعا شعل للدنيا وفضلوا يعملوا ميمز وكوميكس على كلامه وينتقدوه، وانتهت رحلة ياسمين مع ابو ابنها. ومن سنه كده وكام شهر اتفاجئ جمهور ياسمين رئيس انها تدخل القفص الذهبي من رجل الاعمال احمد عبد العزيز. عملت حنه كبيره وفرح ولا افراح الملوك في القلعه، حتى فستانها كان متكلف كتير. جوزها رغم انه ملوش علاقه اصلا بالوسط الفني، بس من حبه فيها انتج لها فيلم الفستان الابيض، لان وقتها الحياه كانت بامبي بينهم، لحد ما حصل مشاكل بينهم بسبب مواعيد شغلها اللي ما قدرش يتحملها. وكمان بيقولوا ان ياسمين لقت نفسها مش قادره تهتم بابنها الوحيد سليم زي الاول، فقرروا بقى ينفصلوا عن بعض بشكل محترم من غير ما حد فيهم يطلع يتكلم عن التاني. وهي دلوقتي ياسمين عايشة مع ابنها الوحيد سليم لوحدهم، وقررت تعوضوا عن الفترة اللي فاتت. ايه رأيكم في قرار ياسمين رئيس؟